اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. النهارده هنعمل مع بعض سبونش الميه الساقعه، والمره دي الميه بس اللي ساقعه، يعني لا بيض ساقع ولا حاجه، لاني كنت اليوم ده مستعجله وطق في دماغي فجاه كده ان انا خلاص هعمل النهارده التورتايه دي. تعالوا نشوف النهارده عملنا ايه. وفرنا فيها من البيض، عملنا تورتايه مقاس الصينيه الصغيره المستطيله، تقريبا مقاس 25 في 15 او 22 في 15 تقريبا كده. كنا بنعملها زمان بخمس بيضات بالسبونش بتاع زمان. تعالوا نشوف النهارده بالسبونش ده هنعملها بثلاث بيضات بس عشان تطلع لي 3 ديسكات. لو انت عايزاها تطلع لك 4 ديسكات اعمليها ب4 بيضات بنفس المقدار ده كده، بس هنزود عليه نص كوبايه من الدقيق، بس نفس المقدار اللي احنا عملناه في كل حاجه، بس هنزود نص كوبايه من الدقيق. عملت ايه النهارده بقى؟ المقادير دي حلوه جدا، بس لو انت زي نسايه اكتبي ورقه كده قدامك عشان ما تنسيش، لان انا نسيت النشا وهرجع احطه معاكم برده واقول لكم انا حطيته في انهي ايه مرحله. تمام، خليكم بقى وتابعوا معايا الفيديو للاخر، وتضغطوا لايك للفيديو وتتفرجوا على الفيديو للاخر عشان يرتفع. يعني اللي عايز يخلي يساعدني كده بقى ويخلي القناه ترتفع معايا كمان شويه، او فيديوهاتي ان تتشاف، لان انا زهقت الحقيقه الايام دي، يتفرج على الفيديو للاخر. يعني سيب الفيديو شغال، لو شايفاني لكاكه ولو شايفاني رغايه حط الفيديو جنبك وابعدي عني. حط الفيديو شغال يعني وابعد عن التليفون. لكن لو انت تستفادي لو بمعلومه بسيطه ادعي لي كده ربنا يصلح حالي، لان بجد محتاجه دعواتكم الايام ديت. عندي كام حاجه كده ورا بعضها، بس الحمد لله والشكر لله، فمحتاجه دعواتكم، فادعوا لي دعوه حلوه كده. تعالوا نشوف ايه المقادير، لان انا لكيت بما فيه الكفايه. معايا كوبايه وربع من الدقيق، حطيت 3 بيضات وفانيليا، وحطيت معلقه من محسن الجل، معلقه الصغيره، وحطيت معلقه من الايه من الكيك شيف، معلقه كبيره. لو انت عايزه برضو تعايري بالمعلقه الصغيره حطي من نص معلقه من الايه من محسن الجل، لكن انا حطيتها بالمعلقه الصغيره فحطيتها كوبايه، فحطيتها معلقه. تمام. ومعايا نص كوبايه من السكر، كل ده على بعضه على بعضه. انا كنت ناسيه النشا، فبعد كده افتكرت بقى ان انا ايه هحط النشا. ف هفصل كده العجينه. قلت ايه النسا؟ قلت الحمد النشا. نشت ايه؟ قلت الحمد لله ان انا افتكرت، وجبت معلقتين النشا وحطيتهم، ومعلقتين النشا ده بيعادلوا نص كوبايه. هسيب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. يعني معايا ايه؟ خلينا مع بعض من الاول. معايا 3 بيضات، ومعايا فانيليا، ومعايا نص كوبايه من السكر، ومعايا معلقه صغيره من محسن الجل، ومعايا كوبايه وربع من الدقيق، ومعايا معلقتين من النشا اللي هو ربع كوبايه كمان، ومعايا معلقه كبيره من الكيك شيف، نص كوبايه من الميه ساقعه متلجه. انزل بيها حبه حبه، ما بنزلش بيها مره واحده. لو نزلتي بيها مره واحده المحسن هيتقلك الخليط مره واحده، وما عادش هيفور معاكي، او هيديكي العلو، او هيديكي كميه الخليط اللي انت شايفاها قدامك دي. لكن انا ما بنزل بربع كوبايه بالاول، وبعد كده بحط الباقيين على مرتين او على 3. ببدا كده كل ما الخليط يزيد معايا كده ويتقل معايا على العجان، احط له نص ربع يعني بق كده من الميه، او ايه معلقه من الميه، فبيبدا تاني يزيد معايا ويعلى تاني. لو ممكن كمان لو انت الدقيق بتاعك متقبل ولقيتيه تقل جدا جدا جدا، تزودي كمان معلقتين من الميه فوق النص كوبايه. يعني ممكن انا بزود كمان بعدها ممكن شويه كده بقين 3 كده، لما اصلا ايه ما بعيرهمش، ممكن معلقتين كده 3 معالق كمان وراه. لكن طبعا ما تزوديش كتير، لان طبعا مش هتقولي مش كل ما احط ميه الدنيا هتزيد معاكي. هتزيد معاكي، بس بعد كده هتدخلي السبونج الفرن وتيجي تخرجيه هتلاقيه مشعشع، او تيجي تخرجيه لانه واخد ميه زياده يقوم هابط معاكي، فبكده يبقى انت بوظتي السبونج بتاعك. فخلي بالك من كده. هو في الضرب هتلاقيه بيزيد معاكي وبربط معاكي وحلو وزي الفل وتمام، بس اول ما نيجي ندخل السبونج الفرن ونيجي نخرجه هتلاقيه عمل زي كده فش. ليه بقى؟ واخد هوا، واخد ميه كتير اكتر من اللزوم، واول ما يخرج للهواء او يخرج للسقعه بتلاقيه هبط معاكي، وهتلاقي السبونج معاكي باظ. فخلي بالك، يعني انت لو هتزودي زودي بعدها كده معلقتين 3 معالق، مش اكتر من كده. وقفي ايدك، ما عادش ينفع تزودي. هعمل النهارده الصينيه اللي قلت لكم عليها ديت، هي 15 في 20 15 في 22. انا بتاعتي اكبر شويه، يمكن في 22، لاني قمت قستها علشان اتاكد منها. فالصينيه دي كنا بنعملها زمان زي ما قلت لكم ب5 بيضات، بس انا محتاجه 3 طبقات من الكيكه، بس مش عايزاها كيكه عاليه، فانا هعملها ب3 بيضات بس. تمام. الحقيقه كنت هعمل صاج واعمل بيها التورتيه دي، ولكن رجعت قلت اما احطها في الصينيه وخلاص، مش لازم صاج. عملتها نص ونص زي ما انتم شايفين. النص التاني حطيت عليه معلقه من الكاكاو وحطيته في الفرن، قلبته كده بالاسباتيوله وحطيته في الفرن. دخلت الفرن وشفتها بالخلة الاسنان وطلعت بالشكل ده. ده الارتفاع ال3 بيضات بقى في الصينيه دي. شايفين الارتفاع عامل ازاي؟ حلو قوي. هيتقطع 3 طبقات، و3 طبقات تخان، ومنتهى الجمال. تمام.
حلو أوي، يعني هي الصينية كانت ممسوحة يعني مسويّاها الحد بتاعها فاهمني؟ وعالية وجميلة وزي الفل، لكن أنا طبعًا لو أنا واحدة هاعمل التورتاية دي تورتاية عالية و4 طبقات، ما شاء الله السبونج كان خفيف جدًا، وأنا الحقيقة كنت مستعجلة عليه ومقطعاه وهو سخن. لو أنا زي ما باقول لكم عايزة أعملها 4 طبقات يبقى حطي 4 بيضات في الصينية دي هتبقى ممتازة. أنا دايمًا زي ما قُلت لكم قبل كده وما كذبتش في كلامي إن السبونج ده دايمًا شيلي بيضة من الإسبونجات اللي كنا بنعملها قبل كده، يعني موفّر جدًا في البيض وحلو أوي، يعني ممتاز. جرّبوه حلو أوي، 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 بإذن الله على طول هاحط المَيّة ساقعة، وفي الصيف هينفعنا جدًا بالمَيّة الساقعة ده. أنا عملت كوباية ونُص من الكريمة وضربتها وقسمتها نُصّين، وحطيت مقدار كده عملته بالكاكاو، حطيت عليه معلقة من الكاكاو ومعلقة من الجناش، وضبّطت الكريمة بتاعتي، وضبّطت كل حاجة قبل ما اشتغل، يعني ضبّطت جناش، ضبّطت كريمتي، حطيت الكريمة في القمعات زي ما أنتم شايفين وبدأت اشتغل. أنا الحقيقة كنت مستعجلة وقطّعت الكيكة وهي سخنة علشان تبدأ تبرد معايا بسرعة، لإني عايزة يعني التورتية دي تطلع بسرعة، وما كنتش عايزة يعني إيه، عايزاها تخلص النهارده في نفس الوقت وأنا بادئة حوالي الساعة 16:00 كده بعد الغدا كده براحتي، فقُمت بدأت فيه، تمام. فهابدأ كده أحشي نُص من الكريمة ونُص من الشوكولاتة، وبدأت إني أسقيها، جبت كده البتاعة دي وبدأت أسقي بيها، حلوة بتسقي جميلة جدًا، قُلت أحسن من المعلقة لإني زي ما قُلت لكم كنت مستعجلة، وبدأت كده إني أحشيها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، أهو شايفين؟ بمنتهى السهولة كده، أسهل حاجة حكاية القمع دي في ثانية بتلاقي الموضوع خلص معاكِ، وهُم 3 طبقات زي ما قُلت لكم ما فيش أكتر من كده، حاجة بسيطة خالص، وتورتاية ال3 طبقات دي والله حلوة جدًا، يعني موفّرة في الكريمة وهاشوف له دلوقتي هاوريكم ارتفاعها عامل ازاي، عالية وحلوة قوي، يعني مش ان هي واطية ولا حاجة، يعني احنا ممكن نمشي كل الطرق الايام الجاية على ايه هي الكلام ده كده على 3 طبقات علشان ما نزودش قوي في السعر. يعني لو انت زباينك يعني مش متعودين على اسعارك الجديدة ممكن تخلي عادي، يعني بدل ما نعملها 4 طبقات لا نخليها 3 طبقات ونخليها عالية كده برضو وشكلها حلو، مش هتفرق ومش هتفرق مع حد في حاجة على فكرة يعني لا الزبون هيقول لك هي كانت 4 وكانت 3 ليه، ولا بياخدوا بالهم هم بياكلوا وخلاص. فخلي بالك انت بقى من الحاجات دي. برضو عملت كده زي ما انتم شايفين وش التورته كده بالقمع، الطريقه دي بقى ولا بتطلع فتافيت ولا اي حاجه، طريقه حلوه جدا وسهله خالص. وبالسباتشوله كده هسوي الوش الابيض الاول وبعد كده هبدا اني ايه اساوي الوش الكاكاو، وبمنتهى السهوله اهو. الناس بقى اللي بتصعب قوي ان انت ازاي تجلسوا تورته، مفيش اسهل من كده، خلي ايدك ياخد عليها واستخدمي تورت كتير واعملي تورت كتير قبل ما بتبداي مشروع. لو انت مرتبه نفسك انك بتعملي على طول لبيتك، بتعملي لقرايبك، بتعملي على طول اي حد لو هتهديه، هتلاقي ايدك واخده على الحاجه وحابه الحاجه قوي. على فكره انا بحب شغل التورت قوي، لو قعدت فتره كده من غير ما اشتغل بحس ان لا ناقصني حاجه، بحس ان فيها متعه اكتر من هي تعب بس انت لو بتحبي الحاجه هتلاقي فيها متعه حلوه قوي. هنجيب بقى السكريبر المشنشره ونبدا كده نشرشر بقى الجوانب زي ما انتم شايفين. دي هي يعني تزيين سهل جدا، اسهل تزيين ممكن تعمليه وحاجه بسيطه خالص 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 هنعملها النهارده، مفيش اي افتكاسات. قلت ما تفتكسيش يا بنت، تعملي شكل كده متعارف عليه والكل ايه عارفه وخلاص، مش لازم افتكاسه ما دام انت مستعجله اعملي اكتر حاجه تيجي على دماغك وعلى بالك واسهل حاجه بالنسبه لك. انا الحقيقه ما كانش عندي لا كيس ثلاجه ولا قوم نضيف ان انا افتحه كده واعمل الدربات اللي بتنزل او الدموع اللي بتنزل مش عندي، فقلت خلاص هنعملها بالمعلقه وبالراحه كده. اهم حاجه اكتر التورته دي ما ارتاحتش الا في الشويه دول، استنى بس عشان نركز ونعمل الكلام. التورته ما ارتاحتش الا في الشويه دول اللي هم دخلتها التلاجة بعد ما جلستها قعدت ساعه في الفريزر، دي الوقت اللي ارتاحت فيه، فطلعت من الفريزر عملت الجناش دفيته عشان يكون سخن وبدات كده ان احط عليها الجناش. التورته من التلاجة والجناش بتاعك دافي شويه بتلاقي الجناش بتاعك املس ووشه حلو قوي وبيلمع. احلى جناش ممكن تستخدميه اللي هو الجناش الميه وشويه من الكريم شانتيه وقلبوهم على البارد وسيبوهم يغلوا، وبعد كده بتحطوا الشوكولاته. جناش اللبن بيبقى يعرق كده ويخلي الشوكولاته بتاعتك غامقه مش فاتحه. طب انا بعمل الجناش ده، الميه ده وعايزاه كمان ياخد لمعه اكتر، او مثلا التورته بتاعتي هتقعد في التلاجة اكتر وعايزه لمعتها ما يروحش، حط معاها نص مكعب كده من الزبده، بتلاقي اللمعه بتاع الجناش حلو قوي قوي وعمرها ما تروح منك. يعني بعد ايه اغلي مثلا نص كوبايه من الميه، حط عليها معلقه من الكريم شانتيه وقلبيها، نص كوبايه الميه دي
كوباية المَيّة دي تاخد قلبين من شوكولاتة، يعني 400 جرام من الشوكولاتة وسَمَ. الحقيقة أنا عمري ما عايرت ولا عملت الشوكولاتة بالمعيار، بس الربع كوباية بيتهيأ لي ياخد 200 جرام، ياخد قالب شوكولاتة سَمَ الصغير، أو القالب الكبير بيتهيأ لي هو برضه 200 جرام. لو أنتم شغالين كده أو شغالين بالميزان، الحقيقة شغالة كده بالبركة كده، باحط المَيّة ما باعايرش مَيّة وباقلّب فيها الكريم شانتيه دي الحقيقة يعني عشان أنا ما اغشكوش واقول لكم بالضبط. بس تقريبًا الربع كوباية من المَيّة بياخد قالب الشوكولاتة سَمَ الصغير اللي هو ال200 جرام الصغير، بيكون حلو أوي فيه بيكون الجناش بتاعِك تقيل. طبعًا في الشتا بنزوّد شوية وفي الصيف بنمشي على المعيار بالضبط عشان الدنيا ما تصحصحش معانا، تمام، وأنتم فاهمين الكلام ده بقى وشغالين بإيه كتير. سويت الجيلو، حلو جدًا، جدًا، جدًا واستخدموه على طول في التورتات ما فيش أسهل من كده، يعني لو أنتِ مستعجلة جيلوهات على طول، وطبعًا لو كان عندي فاكهة كنت ضربت كل ده فاكهة بتبقى حلوة أوي برضه بالفاكهة. أنا كنت عاملة حروف وكنت عاملة شوية أشكال بالشوكولاتة، باسيّح شوكولاتة من غير ما يكون عليها أي إضافات على حمّام من المَيّة، يعني عندي براد، عندي كاسرولة كده أسيب يغلي فيها مَيّة وأحط عليها فنجان من بتاع الصيني أو من بتاع البايركس، الفناجين دي ما بتفرقعش وحلوة أوي، وأحط فيها الشوكولاتة وباسيّحها، أو يكون عندِك مطبقية سليستين، يكون عندِك أي مطبقية وسيّحي فيها الشوكولاتة كده واعمليها على حمّام مَيّة من غير أي إضافات خالص، وتبدئي تعملي ورق الترانسفير، تبدئي تعملي السيليكون اللي عندِك، بيكون حلو جدًا وبيدّي الشكل للتورتة حلو أوي، والشكل الملولو اللي أنا هاحطه على التورتة كمان شوية ده باعمله بالفاكيوم وبالويه كده واحطه في الكوباية، لو أنتم عايزين كل أشكال الشوكولاتة اكتبي لي في التعليقات وصلّوا على النبي كده في التعليقات، وما تحرمنيش من تعليقِك الجميل يا أمورة. بافرح جدًا بتعليقاتكم وباحب أقراها، فما تحرمنيش بقى من التعليق الحلو اللي أنا باخده منِّك. المهم كده بقى عملت براءة الشوكولاتة ديّة، كنت كاتبة الأول الاسم بالعرض، فحسيت الاسم طويل أوي الاسم مش راضي يخلص. المهم شِلته كده وحطيت شوية جيلو كده مكانه عشان أضبّط التورتاية برضه تبقى شكلها حلو، وبدأت إني أحطه كده بالجنب كده. وبعد كده حطيت الأشكال الشوكولاتة اللي أنا عاملاها، حسيت الشكل ده قاتم الغمقان، لو كان عندي شوكولاتة بيضا كنت ممكن أحطها على الشوكولاتة الغامقة هنا كده، فنفتح الدنيا وما نقفّلش الدنيا، أمّا ما دام أنا ما عنديش مش مشكلة. فقُمت حاطة بقى شوية كريسبيات برضه كده، ولفّينا التورتاية من تحت كده برضه بالكريسبي كده مع الوردات، ادّت شكل حلو في الآخر، وهاورّيكم النتيجة النهائية كده لشكل التورتاية بتاعتي عاملة إزاي، وده كان فيديو بتاعي النهارده، يا رب أكون خفيف على قلبكم، ويا رب أكون ما اتقّلش عليكم كده والدنيا تمام. هنلِف برضه التورتاية كنت لسه هنا ألفّها كده بالكريسبي، وهاورّيكم الشكل النهائي للتورتاية، وقولوا لي إيه رأيكم التورتاية بتاعتي النهارده إيه رأيكم عاملة إزاي؟ شايفين شكلها حلو والّا وِحِش؟ بأمانة قولوا لي إيه رأيكم، والله العظيم ارتفاع حلو أوي، 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 ما تفرقش خالص إني كنت عملتها 4 طبقات من 3 طبقات، يعني أنا كنت باقول هنعملها 3 طبقات والدنيا هتبقى ملمومة شوية، لأ والله ما تفرق حاجة، والتورتة الطبقتين كمان ما بتفرقش حلو أوي، 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 يعني إحنا دلوقتي المشي الاقتصادي على طبقتين والعادي على 3 طبقات حلو أوي، دايمًا هاعملها كده، ارتفاعها عجبني جدًا، عملنا التورتاية ديّة ب3 بيضات، شوفوا التورتاية عاملة إزاي، عاملينها بس ب3 بيضات يعني حاجة اقتصادية خالص، لو أنتِ سِت بيت وجيتِ حسبتِ التكلفة كلها ما تلاقيهاش حاجة، 3 بيضات وكوباية ونُص من الكريمة طلّعوا لي تورتاية بالشكل ده، يعني لو جينا نروح نشتريها من محل ما هتشتريهاش دلوقتي أقل من 180 جنيه 200 جنيه والله بجد. وأنتِ سِت بيت ابدئي كده واعمليها في بيتِك، ولو أنتِ صاحبة مشروع ابدئي كده نزّلي أسعارِك وضبّطي نفسِك أكتر من المحلات، ربنا يرزقكم ويوسّع رزقكم كلكم اللهم آمين، ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب أكون خفيفة على قلبكم